العيد بقى يعني وصفتنا النهارده، يعني بعد صلاة العيد تجيبي كوباية شاي بلبن كده وتقعدي بمزاج وتسقسقي كده لو انت من عشاق الحاجة الخفيفة الصبح. بتمنى من احلى اخوات، وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واعملوا متابعة للصفحة وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا معايا هنا كيلو من الدقيق جميع الاغراض. ابتدي ان انا احط عليه رشة من الملح، واحط عليه كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه. هنا المكونات الجافة بتاعتي حضرناها. بنعمل بس فجوة في النص كده بعد ما قلبنا الملح مع البيكنج باودر. وهنحط هنا 3 معالق كبار من السمسم اهو. بحط بقى 3 معالق كبار كده من السمسم. تمام كده. نركن بقى كل الكلام ده على جنب لغاية اما نحضر بقية المكونات بتاعتنا. بجيب هنا طبق تاني واحط فيه هنا كوباية من السكر، والسكر حسب الرغبة. لو انت بتحبي الحاجة مسكرة كوباية، لو انت بتحبي الحاجة مظبوطة يبقى نص كوباية. لو مش عايزة تحطي غير هما 3 معالق بس مفيش مشكلة، قلتلك السكر حسب الرغبة. بتضيفي هنا بقى كوباية من اللبن، واللبن يكون دافي. بتقلبي بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده لغاية السكر ما يدوب معاكي. ببتدي ان انا احط هنا معلقة مليانة هرمية كده من الخميرة، وهقلب تاني كل الكلام ده كويس مع بعضه لغاية حبيبات الخميرة والسكر ما يدوبوا معايا. لو وصلتوا بقى لغاية النقطة دي ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. وكالعادة ما تنسونيش في اللايك والشير. ببتدي بقى ان انا هنا اجيب كوبايتين من السمنة، والسمنة هنا انا سخنتها على النار، مش اللي هي درجة ان هي يعني تطلع دخان، لا انا بس سخنتها. حطيتها بقى على السمسم كده علشان تحمصه وعلى بقية الدقيق بتاعنا. ابتديت بقى ان انا بمعلقة كده علشان لو سخنة معاكي قوي ما تلسعكيش. بتقلبي كده من تحت لفوق لغاية الدقيق ما يبرد معاكي خالص. بعد كده هنسيب المعلقة ونشتغل بايدينا. تمام كده. اهو بجيب من تحت لفوق كده علشان كل الدقيق بتاعنا يشرب السمن، وعلشان نبسه كويس جدا هنا بنستخدم بقى ايدينا بس لما تسيبيه يبرد شوية. بجيب بقى هنا ايديا الاتنين براحة ايديا الاتنين، وابتدي بقى ان انا ابس كويس جدا. اهم حاجة بقى ان انت تبسيه كويس جدا بايدك كده الاتنين. بصوا انا بعمل ازاي. ما يعني عايزاكم تخفوا خالص الدقيق، ما يبقالوش اي اثر، يبقى كله كده زي لونه اصفر كده زي الرملة المبلولة، يعني ما يبقاش كده الدقيق ده واضح اهو. بس كده هخلص بقى كل الدقيق بتاعي واشربه السمنة، واحط بقى هنا بقية السوائل اللي احنا عملناها في الاول. بحطها وبزود هنا كمان كوباية من المية. زودت كمان كوباية من المية بس تكون دافية. تمام كده. بقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعض. بقى انا حطيت كوباية من اللبن وكوباية من المية، والاتنين يكونوا دافيين. هقلب بقى العجين بتاعه. هنا انا مش بعجن، انا بس بدخل كل المكونات مع بعضها وبعمل عجينة، بكون عجينة. هتلاقي بس هتلاقيها شربت السوائل على طول، بس انت خليكي وراها كده لغايه اما تكون عجينه معاكي. والعجينه بقى احنا عايزينها تكون مش بتشقق في ايدينا كده، لا احنا عايزينها تكون مظبوطه. هنختبرها دلوقتي مع بعض. بعد ما خلصت عجين بمسك حته كده واكورها على ايدي، وابتدي بس ان انا اعمل فيها يعني فجوه من النص كده. لو لقيتيها من الحروف ما شققتش معاكي يبقى هي كده تمام ومش محتاجه اي سوائل. بصوا اهو. بتبططيها كده تلاقيها كده مظبوطه خلاص كده، مش محتاجين احنا نزود حاجه علشان بعد كده اللقمه ما تنشفش منك وتبقى معضمه. بجيب بقى حته بحته كده، واحنا مش بنسيبها تخمر معانا، احنا بنشتغل فيها على طول. بتجيبي بقى القراقيش بتاعتك الحلوه دي وتجيبي حته كده من العجين وتفرديها على ايدك، وبعد كده بتقفليها. بعملها كده زي الحلقة، بقفلها على بعضها علشان الحتة اللي هي احنا عملناها دي تلزق في بعضها وما تفتحش وقت التسوية. كده عملتي احلى قراقيش بسم الله ما شاء الله، تحفة. ده شكل من اشكال القراقيش بتاعتنا. بصوا بتفرديها وبعد كده بتقفليها على بعضها. دي السادة اللي احنا عملناها في الاول، السادة دي بقى المحشية. انا كان عندي هنا في الفريزر شوية كده من الملبن، كانوا في الفريزر الصراحة. فقلت يا بنتي بقى طلعيهم كده واعمليهم هيبقوا حلوين برضو. بتفردي عجينة وبعد كده تفردي الملبنية بتاعتك وتعمليها بالطول كده بطول العجينة اللي انت عاملاها، ولو في زيادة بتشيليه وتفرديها زي ما انتوا شايفين كده. تفرديها وبعد كده تقفليها على بعضها كده وتلزقيها في بعضها كده عشان ما تفتحش. بس كده وتبقى عملتي بالمحشي وتبقى عملتي سادة. لو انت حابة تعملي كله سادة مفيش اي مشكلة، ممكن برضو تحطي عجوة، يعني مش ملزوم انت تحطي ملبن.
تبقى جميلة وتحفة بالعجوة برضه. بس هو كان متوفر عندي فقلت بقى استخدمه. بس كده هتقفليها كويس جدا، لازم تقفليها عشان وقت التسوية الملبن ده ما يسيحش وقت التسوية، لازم تقفلي كويس جدا عليها كده. وبعد كده بتروليها زي ما انتوا شايفين كده وبتقفليها على بعضها، تحطيها بقى في الصواني. انا مش بدهن الصواني اي حاجة. خلص بقى كل الكمية بتاعتي وابتدي بقى ان انا اسيبها اخمرها بقى شوية. انا مخمرتش العجين في الاول بس هخمره بعد التشكيل. ما شاء الله عامل الكيلو، عمل معايا كمية قد ايه؟ 4 صواني ما شاء الله عليهم. بغطيهم بقى وابتدي بقى ان انا اسيبهم تقريبا نص ساعة قبل ما يخمروا معايا شوية، عشان اللقمة كده تبقى هشة من جواها وتبقى حلوة. بعد ما يخمروا معايا كويس جدا، طبعا لازم تسخني الفرن بتاعك يعني تخليه سخن. بصوا هنا بعد ما خمروا معايا بسخنهم الفرن واحطهم في الرف الوسطاني، بشغل من تحت بس على درجة حرارة 180، بدخل على فرن هادي مش فرن عالي، علشان القراقيش بتاخد سوا نار هادية مش نار عالية، علشان تبقى مقرمشة معاكي وحلوة، وتسقسقي بيها الشاي بلبن بقى كده وتبقى بألف هنا وشفا. ان شاء الله تعمليها وتطلع معاكي حلو. وبس اللي هي بالملبن ما تطوليش عليها في السوا قوي، علشان خاطر الملبن ما يطلعش من بره اللقمة بتاعتك ويسيح. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي، خطيرة اذا كانت السادة او المحشية. ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقة دي وتعجبكم. بصوا ما شاء الله عملنا كمية قد ايه من كيلو دقيق. اتمنى من احلى اخوات لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واعملوا متابعة للصفحة ودعموني، عشان دعمكم بجد بيفرق معايا بجد والله، بخليني احفزني كده واقوم اعمل لكم واصور لكم فيديوهات تانية. بصوا بقى الجمال، كوباية شاي بلبن حلوة كده سخنة وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم اوي. ما تنسوش بقى تقولوا رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي بقى بتتابعوني من أنهي بلد، عشان بحب أعرف متابعيني بيكونوا من أنهي بلد. وإن شاء الله كده تكون عجبتكم الوصفة بتاعتي، وأشوفكم على خير مع ألف سلامة.